العرب. قلنا في الفيديو اللي فات ان العرب نسبتهم في مصر 17% او اقل من 17% من النسيج المصري، لانه اغلب الشعب المصري اقباط مسلمون ومسيحيون. طيب، هل العرب دول مصريين؟ ايوه، العرب دول مصريين من النسيج المصري. طب ازاي يعني العرب دول مصريين، واذا انت قلتي ان المصريين الاصليين هم الاقباط اللي بيمثلوا غالبية الشعب من المسيحيين والمسلمين؟ تعالوا نرجع بالتاريخ لوقت عمرو بن العاص. عمرو بن العاص لما جاء على مصر علشان يسقط حكم الرومان، لانه المصريين كانوا بيعانوا من استبداد وظلم حكم الرومان. هما طبعا كانوا بيقاوموا، لان المصريين عدى عليهم احتلالات كتير ودايما كانوا طول الوقت بيقاوموا المحتل. ولكن الدولة الرومانية كانت قوية جدا جدا في الوقت ده. ولكن عمرو بن العاص لما جه على مصر جاب البطرك المصري وحطه على كرسيه، وشال البطرك الروماني وطرد الرومان نهائيا من مصر، لأن كان قائد قوي وعنده قوة عسكرية عظيمة في الوقت ده. كانت الدولة الإسلامية وقتها قوية جدا. وقتها المسلمين من شبه الجزيرة العربية عرضوا على المصريون دين الإسلام. في ناس دخلت في الدين وناس ضلت على المسيحية. وقتها عمرو بن العاص ما كانش جاي على مصر لوحده طبعا، كان معاه قرابة 4000 جندي، وكان عدد المصريين وقتها يعني قرابة 3 مليون بني آدم. 4000 جندي دول ما كانوش جنود عاديين، لا طبعا، دول كانوا من الصحابة والتابعين. كان من الجنود دول 70 جندي حضروا غزوة بدر. فطبعا يعني ما كانوش اي صحابة ولا اي تابعون، لا طبعا فيهم ناس كمان حضرت وشافت الرسول صلى الله عليه وسلم. علشان كده مصر عندها بقيع ثاني مدفون فيه الصحابة والتابعين، في تقريبا قرابة 70 واحد من الصحابة والتابعين اللي شافوا أو حضروا غزوة بدر مع الرسول صلى الله عليه وسلم. وكمان مدفون فيها 4000 صحابي وتابع. علشان كده تسمى قرية البهنسة في محافظة المنيا، المقابر اللي هناك تسمى بالبقيع الثاني عشان فيها الصحابة والتابعين. لذلك هتلاقوا ان الصعيد فيه عائلات من اصل عربي، وفي اسكندرية ممكن تلاقوا عائلات من اصل عربي، هتلاقوا في البحيرة، هتلاقوا في الفيوم، هتلاقوا طبعا في سينا اكيد. يعني سينا من اكتر المناطق، يعني سينا والصعيد اكتر حاجتين. مش العرب بس، حتى ممكن يكون في عرب كمان من اصل امازيغي كانوا نازحين وقت دخول عمرو بن العاص او بعد فترة دخول عمرو بن العاص. ففي عرب عايشين معانا بقالهم 5 قرون و3 قرون و4 قرون، والعرب دول خلاص اصبحوا مصريين في النسيج المصري. لان هو النهاردة لما تيجي عند الحفيد هتلاقيه مولود في مصر، والجد مولود في مصر، وجد الجد مولود في مصر، وجد الجد مولود في مصر. يعني عنده مثلا 4 أجداد مولودين في مصر أو 3 أجداد أقل حاجة. فهم ليه أصبحوا منا وفينا؟ لأن هم حضروا معانا كل حاجة يا جماعة. يعني حضروا معانا الصعوبات، وحضروا معانا كل المشاكل، وحضروا معانا 67، وحضروا معانا 73. بمناسبة 73 عايزه اقول لكم ان جولدا مائير حاولت تستغل فكره انهم مش من اصل مصري قبطي ولكن من اصل عربي، علشان تخليهم يخونوا مصر والمصريين. ولكن قبائل سينا كان عندها رأي تاني، وكانت مع مصر والمصريين، لان هم بيعتبروا نفسهم مصريين. هم خلاص عايشين في مصر بقالهم قرون في البلد دي، فلا يمكن يخونوها ويضحوا بحياتهم علشانها. علشان كده العرب الموجودين في مصر معانا من 3 4 5 قرون دول يعتبروا مصريين زينا زيهم، واصبحوا من النسيج المصري الوطني، لانهم بيحبوا البلد دي ومستعدين يضحوا عشانها زي ما احنا نضحي عشانها، ويتمنوا يشوفوها دايما بخير ورخاء.